نتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يعتمد الأمر إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما يقبل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله غافرا عليما الله جل بالسوء من الغار إلا ما ظلم وكان الله سميعا عليما غير نرجو إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وكذلك في عذابا مهينا الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل بما جاءهم البينات فأعطونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا فنافوا الدور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تكفروا بالسبت وأخذنا منهم ميثاقا وبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق حق وقال قلوبنا غلف فتولى عليها بكل فقال فلا مريم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا في شك منها لهم وإن من الكتاب إلا ليؤمنن به من الذين عادوا حرمنا عليهم طيبات وهم الربا عنه وعلم والناس لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر والملائكة أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب وموسى وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك كلم الله موسى تكليما مبشرين ومنذرين لئلا
أشهد بما أنزل إليك أنزله إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا ولم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد ما في السماوات وما في الأرض وما بالله وكيل لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيدعون إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما يجدون ما دون الله وليا ولا نصيرا أيها الناس ما جاءكم برهان من ربكم أنزلنا إليكم نورا مبينا أما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدعون برحمة منه وفضل إليه صراطا مستقيما قول الله يؤتيكم بالكرالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهد قلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الجواب الحرم إن الله يحكم العادلين يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الغلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر بهم وسط غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم فسألك ماذا أحل لهم قل أحل لكم
الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمون مما علمكم الله وكلوا مما أنزلنا عليكم واذكروا اسم الله واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تجرموا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجرا الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسله وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزالوا ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم كثيرا مما كنتم
المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يحكم ما يشاء على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء لله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. على الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير وبشير ونذير والله على كل شيء قدير. وقال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم أنبياء ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك أينما تقبل الله يا مدري. بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمك فتكون من أصحاب النار فذلك جزاء الظالمين. أبعد الله من يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغلام فواري سوءة أخيه وأصبح من النادمين. لذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا من ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفعوا من الأرض ذلك لهم جزاء في الدنيا وفي الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله
له معه يهتدي من عذاب يوم القيامة ما توبر يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه غفور رحيم أم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يهدي من يشاء ويهدي من يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك ولا الذين لم يرد الله ولا في الدنيا حج ولا في الآخرة عذاب أليم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم فيقولوك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها أولئك بين الله من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واشهدوا ولا تذهبوا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يكن من أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يكن بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يكن بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم واستبقوا خيرات الله يهديكم بها وينبئكم بما كنتم به تختلفون عليكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذروا من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله ليصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون حكم الجاهلية
يبغون أمانة من الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يجيب بفضلهم من عنده فأزهرهم ما أسروا في أنفسهم الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جد أيمانهم إنهم لخافوا حفظ أموالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ويخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله رسوله والذين آمنوا فإن حزبنا هم غالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء يحسبونهم فإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أولئنا وما أولئنا قبلنا عليكم ونحن ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما قل يا أهل الكتاب ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عن السيئات وأدخلنا جنات النعيم
كذبت حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم منهم أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابقون والنصارى من آمن بالله كلما ثم تاب الله عليهم ثم عموا وسموا كثير منهم الله بما يعملون كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه يجزينا ويرحمنا والله يعزنا وما للظالمين من أنصار لما كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن ننسوا عما يقولون يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم عسى يتوبون إلى الله المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يتلو كيف نبين لهم الآيات ثم أنا يفكرون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله سميع عليم يا كتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم الذين كفروا من بني إسرائيل لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا كانوا يعتدون لا يتناهون عن منكر يفعلون بئس ما كانوا يفعلون كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدم لهم أنفسهم أن سخط الله كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أنبياء كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين يعلمون أصحابه كأن في المسجد ما يتبعون إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من ربنا آمنا فكنا مع الشاهدين وما لا نؤمن بالله وما جاء من الحق وقد أن يدخل ربنا وما من صالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين
تحرموا طيبات ما حلل لكم ولا تكدوا إن الله يحب المعتدين مما رزقكم الله طيبات لا الذي تبيهم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا أردتم الفلاح أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصد في هذه الله عن الصلاة ولعلكم تفلحون أطيعوا الله أطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما ضعفوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافون الغيب فمن يتبع ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوقوا وبال أمرهم فلا يمنعون فمن آتاهم الله من الله عزيز ذو أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الذي جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والغلائد ذلك لتعلموا أن لا يعلمكم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزلوا ولا يتكلمون فلا يمنع ولا غفور عليم سألها قوم نعم بكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائمة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ويفترون ما يعملون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى
الوصية اثنان ذوي عدل منكما وآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثم لما كان ذي قربى نجم لا تجرى إلا إلى فإن على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله شهادتنا قد شهادتهم ونشهد لا إله إلا الله من الظالمين رجالنا يأتوا بالشهادة على وجهها خافوا أن تردها بعد عليهم الزورا واسمعوا لا يسمعون يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذا أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ بالبينات وقال الذين كفروا منهم هذا إلا سحر مبين وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وشهدنا مسلمون قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء إن كنتم مؤمنين نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا وإلى وآمنا منك قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمته تعلم ما في نفسي وأعلم ما في نفسك إنك أنت علام قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني أنت ربي وأنت على كل شيء تعذبهم فإنه بلادك أنت بما فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك فضل لله ملك السماوات والأرض